عبد الرزاق حمد الله اخيرا يعود للمنتخب الوطني المغربي. وليد الركراكي اليوم الخميس يعلن عن التشكيله النهائيه المشاركه في كاس العالم بقطر. اللائحه عرفت العوده المنتظره ديال مدافع ويست هام نايف اكرد من بعد الغياب بسبب الاصابه. من غير هادشي اللائحه ما عرفت تغييرات بزاف، واللي هو امر منطقي. المدرب راه ما عندوش وقت كافي باش انه يبقى يبدل بزاف في التشكيله وفي المجموعه. حنا كنحترموا قناعات المدرب، ولكن شخصيا كنفضل زنيتي على تاكناوتي. علاش؟ لانه زنيتي عنده شي حاجه اللي دوك جوج جوال بونو وكجوي ما عندهمش، اللي هي انه خبير في البينالتيات. كاين اللي غايقول لي احنا اصلا ما غنمشيوش بينالتيات دونك ما محتاجينش خبير في البينالتيات، ولكن غنقول لك كره القدم هذه وما تعرف. ولكن صراحه حتى التاكناوتي حتى هو يستاهل ويستحق حتى هو يمشي مع المنتخب. من بعد ما كان مسطي جمهور ديال الوداد في المواسم اللي قبل وكان معصبهم، رجع الموسم اللي فات وكان حتى هو مهم في التتويج ديال الوداد بالالقاب. وتتبقى نقطه ضعف المنتخب في الراي ديالي المتواضع هو خط الوسط. تيجيني خط الوسط من غير امرابط ما عندناش لاعبين خط وسط حقيقيين. املاح ما تيقنعنيش، ما عجبنيش. تيجيني ما يستاهلش يلعب رسمي في المنتخب. عندنا حاريت وناحي، هادو لاعبين كيجيوني مهاريين، ماشي لاعبين خط وسط حقيقيين. خصنا لاعب خط وسط بحال بوصوفه، لاعب خط وسط اللي تيمتص الضغط واللي تيشد الكره واللي ما تيخسرش الكره. في حين كيبقى اكثر لعاب في النظر ديالي تظلم في هذه اللائحه هذه هو سفيان رحيمي. في الدقائق اللي تمنحات ليه في المنتخب تيجيني قدم واحد الاداء جد محترم اللي يستحق انك تبني عليه وتثق فيه وتعطيه مشاركات اكثر. انا كيجيني كتجيب دوك الاجنحه من بلجيكا وفرنسا كيجيوني كيتعاودوا، عندهم نفس الادوار، عندهم نفس اللعب، عندهم نفس ستيل دو جو. رحيمي كيدخل كيخلق واحد العشوائيه، هاد العشوائيه كتخلي الخصم صعيب عليه يتوقع وتتخليه تيدير اخطاء. داكشي علاش رحيمي كيجيب بيناتيات، كيجيب اخطاء خطيره في مناطق خطيره. ولكن وليد الركراكي حتى ملي عيط عليه المنتخب قال بانه عنده مشكل ديال الوزن، وحنا غادي نثيقوا في المدرب وكنحترموا القرارات ديالو، وحنا كاملين وراء المنتخب الوطني.